تخيل معايا ان بعد سنة من دلوقتي فتحت قناة اليوتيوب ولقيت عليها الافات مؤلفة، وكل ده من فيديو واحد. السؤال هنا، ايه اللي منعك تبدأ؟ وليه بقول ان لازم كل شخص في 2026 يكون عنده قناة على اليوتيوب؟ وده اللي هتكلم عنه في الفيديو. لكن قبل ما نبدأ، لو نفسك تكبر على اليوتيوب وتتعلم صناعة المحتوى من غير تعقيدات، فاشتركوا في القناة، لأن الفيديوهات الجاية هتكونوا معايا خطوة بخطوة وأنا بحسن من القناة بتاعتي، وكمان بخليكم تحسنوا من القناة بتاعتكم. احنا لو من 10 سنين سألنا حد ايه هي الحاجة اللي ممكن تغير حياة أي شخص عادي، هو أكيد محدش كان هيقولك اليوتيوب. لكن دلوقتي الموبايل اللي في ايدك ده ممكن يغير حياتك كلها، وده مش مجرد كلام تحفيزي على فكرة، لا دي حقيقة وحصلت مع ناس كتيرة. وكل اليوتيوبر اصلا ادخلوا وشوفوا بدايتهم كانت عاملة ازاي ودلوقتي هم ما شاء الله ازاي. في ناس منهم كانوا موظفين، وناس منهم كانوا طلبة، وفي ناس منهم كانش معاهم اصلا غير التليفون اللي هم كانوا بيصوروا بيه، والنهاردة بقى عندهم شغل وسفر وتعاون مع براندات ودخل، وكل ده بدأ بفيديو واحد. لكن للأسف أغلب الناس عندهم تفكير غلط، فاكرين إن لازم يكون عندك كاميرا ب100,000، شكلك يبقى حلو، لازم تكون مشهور، لبك في الكلام، مع إن احنا ما نعرفش أصلا يعني الفيديو اللي بيتصور ده بيتمنتج عليه وبيتقص عليه كام مقطع. وده أكبر سبب بيخلي ناس كتير ما تبدأش، مع ان الحقيقة اول فيديو لاي يوتيوبر كان سيء وما يتشافش اصلا، بس هم اختاروا ان هم يستمروا. فانا زي ما قلت كلامي فوق، انا عايزاكم دلوقتي تدخلوا لاي يوتيوبر انتوا بتحبوه وارجعوا لاول فيديو ليه، اول فيديو خالص. هتلاقي الجودة ضعيفة، الصوت مش احسن حاجة، طريقة الكلام مختلفة، بس هو الفرق الحقيقي ان هو مصورش يومين وبعد كده وقف، لا هو استمر. طيب يا شهد، ماشي، ليه اصلا نعمل قناة يوتيوب؟ اول سبب لان اليوتيوب بيشتغل ليك حتى وانت نايم. ممكن فيديو تنزله النهاردة بعد سنة يجيب لك آلاف المشاهدات، وممكن كمان ملايين على فكرة، بعكس ان في منصات كتير الفيديو في اول ما بينزل بيبقى حلو قوي، بعد كده خلاص يعني بيتنسي. اما اليوتيوب فالفيديو بيعيش. فتخيل كده معايا ان انت نزلت 100 فيديو، كل فيديو بيجيب عدد معين من الناس، فاحنا بعد 100 فيديو مثلا يبقى عندنا مكتبة كاملة كده من المحتوى، من حاجات تشوق الناس ان هم يشوفوها، يبقوا عايزين يرجعوا لأول فيديو تصور. فكل يوم ناس جديدة بتشوفك حتى لو مش بتصور زي الأول كمان. والسبب التاني ان اليوتيوب بيدي ثقة، فالناس لما تشوفك في فيديو 10 دقايق مش زي لما تشوفك في ريلز مثلا 30 ثانية، بيسمعوا كلامك وبيشوفوا شخصيتك وبيبدأوا يحسوا ان هم يعرفوك أصلا. وده سبب ان شركات كتير بيحبوا يتعاملوا مع صناع المحتوى اللي عندهم قناة على اليوتيوب، لان هم مصدر ثقة. والسبب التالت ان هو اليوتيوب ممكن يبقى ليك اصلا مصدر دخل، فانا مش بقولك ان انت هتبقى مليونير في شهر، لا يعني، لكن كل حاجة كبيرة بدأت صغيرة. فاليوتيوب ممكن يجيب لك دخل من الاعلانات، ممكن يجيب لك شغل، ممكن يجيب لك تعاونات، ممكن يخلي الناس تعرفك اصلا. والسبب الرابع ان انت بتتعلم مهارات، حتى لو القناة ما نجحتش بسرعة، بس انت هتتعلم تصوير ومونتاج وكتابة وإلقاء وتنظيم وقت وتسويق، فهي كل دي مهارات أصلا الشركات بتدور عليها، ودي المستقبل. والسبب الخامس ان هو بيفتح لك أبواب انت عمرك ما كنت تتخيلها، ممكن حد يتواصل معاك، شركة تكلمك، برنامج يستضيفك، حد يعرض عليك شغل، وكل ده علشان فيديو. في ناس كتير حياتها اتغيرت بسبب فيديو واحد، مش لأن الفيديو كان كامل أو الشخص ده كان كامل، بس لأ، لأنه وصل للشخص الصح. طيب يا شهد تاني، ليه أغلب الناس ما بتبدأش يوتيوب؟ فخليني أقولك، الخوف، خايفين الناس تضحك، خايفين من الفشل، خايفين ان ميبقاش فيه مشاهدات أصلا، وأكبر خوف ان هم خايفين من الكاميرا. بس في سؤال، بعد 5 سنين ايه أكتر حاجة انت ممكن تندم عليها؟ انك جربت ولا انك حتى مجربتش؟ واصلا مين قال ان اول فيديو لازم ينجح؟ اول فيديو لازم يكون موجود، لازم دي هي البداية. وعارفين كمان ايه اكتر حاجة انا لاحظتها؟ ان الناس بتفضل تستنى لما اجيب كاميرا، لما اشتري لابتوب، لما اخس، لما اجيب اوضة جديدة، لما اتعلم مونتاج، وكل ده لما بيجي بيلاقوا سبب تاني يأجلوها عليه. ابدأ بالموبايل، ابدأ بالنور اللي في الأوضة، ابدأ بالأوضة بتاعتك أصلا، ابدأ بسماعة تليفونك، ولكن ابدأ. يمكن أول فيديو يجيب 20 مشاهدة، التاني يجيب 10، التالت يجيب 100، بس إن شاء الله إن شاء الله في واحد منهم هاي فايرال. اوعى تقارن نفسك بحد بقاله 5 سنين، لأن انت بتقارن نفسك بأول صفحة من كتابك
باخر صفحة من كتاب حد تاني. واكتر حاجة بقى بتوقفنا ان احنا بنبص على الارقام، كم مشاهدة، كم لايك، كم اشتراك في القناة، بس محدش بيسأل مثلا انا اتطورت قد ايه عن اول فيديو انا صورته، انا ايه الاحسن بقى عندي، انا بقيت بتكلم ازاي، بقيت طريقتي عاملة ازاي. فكل فيديو انت هتصوره هيكون احسن من اللي قبله. هتعرف تتكلم بثقة، هتعرف تمنتج الفيديو اسرع، هتعرف تختار عنوان احسن. ولو انت بتقول انا ما عنديش فكرة اعمل عنها محتوى، فانا اقولك كل انسان عنده حاجة يعرفها. بتطبخ صور، بتتعلم لغة شارك رحلتك، بتحب العناية بالبشرة اعمل مراجعات، بتحب الالعاب صور برضه. فحتى لو يومك عادي، في ناس على فكرة بتحب اليوميات وبتحب تتفرج على الحاجات دي جدا. واوعى تستنى ان كل حاجة تبقى كاملة، مفيش حد عنده كل حاجة كاملة، ولو استنيته فانت عمرك ما هتنزل اول فيديو اصلا. فانا شخصيا مقتنعة ان بعد كام سنة هيكون عندنا نوعين من الناس: ناس استخدمت الانترنت عشان تبني لنفسها اسم، وناس فضلت تتفرج زي ما هي. فاسأل نفسك كده، انت عايز تكون انهي واحد فيهم؟ واخيرا، لو عندك حلم ابدأ النهاردة، مش بكرة، مش الاسبوع الجاي، مش الشهر الجاي، لان انت كل يوم بتأجله في شخص تاني بياخد مكانك. وافتكر دايما ان مش اول فيديو لازم يكون عظيم، بس هو لازم يكون موجود. ومين عارف، يمكن الفيديو اللي انت هتصوره بعد ما تشوف الفيديو بتاعي يكون هو بداية جديدة لحياتك. ولو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة، وقولي في الكومنتات ايه اكتر حاجة كانت منعاك ان انت تبدأ يوتيوب، فيمكن نساعد بعض نتخطاها. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. يلا باي.